يترك هناك فيلوسين كرة الله، ارتقاء البركاوي لأسود الأطلس. نعم، يفتتحون التسجيل عند الدقيقة 28 بكرة عرضية بعيدة المدى بالنسبة للمنتخب المغربي. هنا في لقطة عن طريق ليس بالطويل البركاوي، ليس باللاعب الطويل، ولكن انظر الكرة حمزة الموساوي على رأس البركاوي، وهدف مغربي يأتي الآن. انظر بهكذا أسلوب والطريقة، يقفز فوق الكل ويرسل الكرة على رأس فيليب في مرمى حمد. راح حمد الله، وصلت لحمد الله ومرر حمد الله، ويا عيني انتهت الحكاية. الله 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 الله، أي فتنة هذه يا مغرب، أي فتنة هذه يا مغرب. حمد الله، نعم حمد الله أساس الكرة الماضية في الجهة اليسرى. هذا هو عبد الرزاق، وهنا النقلة والكرة التي لعبت بطريقة مثالية. المهداوي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، سيدي المهداوي يسجل ثاني أهداف المنتخب المغربي. كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن أنت اليوم أمام منتخب صلب، أمام منتخب قوي جدا. الكرة الأمامية العرضية، الله، أتى ببصمته الخاصة، يجب أن يوقع، وإلا لن يكون عبد الرزاق حمد الله، لن يكون عبد الرزاق حمد الله. أتى بالبصمة هنا، خير بديل، عمل الأساس وسجل الثالث. عمر الذهب لا يصدع هذه اللقطة. وهنا لدينا الكرة في الجهة اليمنى، وسبق دفاعات الإمارات. يقولون في المغرب اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة، وهذا ما فعل طبعا